السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوة الكرام، اليوم معنا درس جديد في سلسلة دروس الفيجوال بيزك، ربما من أواخر دروس العمل على الكونسول، بعدها ننتقل إن شاء الله للعمل على الفورم. أجل أحبتي الكرام، العمل على الفورم اقترب إن شاء الله. في الفيجوال بيزك نحتاج أحيانا، إن رأيتم بعض المشاريع لدي مشاريع متقدمة، بالأخص التي لديها اتصال على قواعد البيانات أو اتصال خارجي، وأخشى أن يقوم هذا البرنامج بفشل، أو أعرف أن البرنامج تجريبي سيفشل إذا عمل عند شخص ما، فإني أضع exception. الإكسبشن مارك تعمل مثلا على تراي، أضع تراي بهذا الشكل، تلقائيا سيضع كاتش الإكسبشن، ثم as exception، ثم and try. try ستجرب هنا الإكسبشن، تقوم بتكويد هنا الكود الإكسبشن بالكامل. في حالة نجاح الإكسبشن سيتحقق الغرض، في حالة فشل الإكسبشن ستضع هنا رسالة مثلا مسج بوكس، ونتضع مثلا مساج بوكس شو مساج بوكس، لا أدري MSG فقط، مساج بوكس، لا أدري لماذا لا تظهر المساج بوكس. وأقول له مثلا اكس، لا اكس مساج على هذا الشكل مثلا. نضع القوس بهذا الشكل، تضع لنا المساج يأتي إلى هنا. وفي حالة ما نجاح هذا وتريد مثلا إغلاق الاتصال أو الإنهاء، تكتب هنا فينالي بهذا الشكل. وأخيرا بعد نجاح هذا العمل ستقوم بعمل معين، مثلا قم بإغلاق كذا وكذا وكذا، أو أظهر صورة أو إلى آخره. عند انتهاء الغرض أن تؤكد أن الغرض قد تم. هنا في حالة عدم حدوث ذلك الغرض، مثلا يكون لديك برنامج، هذا البرنامج إذ لم يعمل بشكل جيد سيتم عطب حاسوب المستخدم بهذا الشكل. لتفادي هذا عطب حاسوب المستخدم يستحسن استخدام تراي كاتش أو الإكسبشن. سأقوم بشرح مثال للإكسبشن. مثلا سأقول له أنه لدي ديفيجن لا أدري إذا كانت صحيحة أو خاطئة. ديفيجن بيفال از بيفال نم، عفوا نم واحد از مثلا انتجر على سبيل المثال. أنا وضع فاصلة، وضع أيضا بيفال أخرى نم 2 as انتجر على هذا الشكل، بدون الحاجة إلى ذكر انتجر as انتجر كنتيجة. نقوم بوضع ديم result as انتجر، لأن عرفناها في الأسفل. result عرفناها أنها انتجر، ونقول مثلا أن هذا الريزولت يساوي لنا نم واحد. ماذا نعطي في العمليات؟ في الضرب سأعطيه قسمة عدد صحيح طبيعي على نم 2 بهذا الشكل.
وأقول له قبل أن سأقول له try بهذا الشكل، وأضع الإكسبشن على هذا النحو، وأقول له في الإكسبشن هنا وهناك ما يسمى ب ديفيد باي 0 0 تعرف عليه في الكلاس exception بهذا الشكل، بهذا الشكل. ستلاحظ أن هذه الكلاس موجودة. إذا وضعت الفأرة هنا كلاس سيستم ديفيد باي 0 exception، سأقول له console والرايت لاين سأقول مثلا get مثلا إذا أخطأ الإكسبشن سأقول له مثلا سيأتي لنا بالأو هي الإكسبشن، سأضع فقط أو على هذا الشكل. يمكن وضع أي متغير آخر للكاتش. أقول له exception count بهذا الشكل، وأقول له بين هذه 0، وأقول finally مثلا console والرايت لاين يضع لنا القيمة التي إن نجحت العملية سيضع لنا القيمة، وهي تحمل result بهذا الشكل، ونضع معقوفتين على هذا النوع 0 بهكذا وفاصلة، وأقول لها result هي هذه القيمة، وأنهي البرنامج. أقوم بإزالة المساحات على هذا الشكل. حاليا البرنامج لدي شبه فونكشن أو ما يسمى سيب علوية، سأحتاج إلى سيب سفلية وهي سيب مين التي ستحرك البرنامج، وأضع هكذا تلقائيا. سأجمع هذه السيب حتى لا تربككم، وأبدأ في طبع السيب العلوية. أقول له هنا هي عبارة على فيزيون هذه الديفيزيون تساوي لنا مثلا 25 صفر، وأقول له كونسول ريد كي بهذا الشكل. سيقرأ التحية وأضعه على هذا الشكل، وأقوم بديباغ للبروغرام الخاص بي. لنا الإكسبشن كما هو موضح. سأقوم بعمل F2 للزوم أنه exception count system by 0 exception tentative de division par 0 result is 0. رائع جدا، البرنامج يعمل بشكل ممتاز. إخوتي الكرام، إلى هنا ينتهي شرح الإكسبشن. إلى الدرس القادم إن شاء الله، وسنتحدث بشكل أعمق عن الآيو. في أمان الله.